بص يا هاني، انت لما اكون عند اهلي تحت او اخواتي موجودين تخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوليه. ماشي، كل كلمه بتطلع من بقك تطلع بحساب. خلي بالك. انا برضو. يعني انت ما شفتش اللي حصل مم. فيها هبده؟ ما انت عشان بتقلي مني قدامهم وبتحرجني وبتهني، عايزه منهم يعني. ده حتى ولاد اخوك بقوا بيشتموني. ما عادش ليها احترام في البيت. في ايه؟ مم. طب وتاني. يعني اختك لما عايرتني ان انا بخلفش، انت تمام. مبسوط كده؟ انت مش عارف ان الكلمه دي بالذات، الكلمه دي بالذات اللي بتوجعني. يعني انت ما انتش عارف كده؟ ويقول لي بنهزر. بتهزروا في ايه ان انتوا تعايروني ان انا بخلفش؟ انتوا شايفين ان انتوا كده بتهزروا؟ وانت قابل، ولما اجي اتكلم ما يعجبش وحاسبه على كلامك وانت غلطانه والعيب كله عندك انت. تمام، بس انا عارف ان هم غلطوا فيك، واخت عيرتك بعدم الخلف. تمام. هاني انما ايه دي؟ ترد عليها بنفس الكلمه وبنفس الشتيمه اللي هي قالتها لك. طب ما هي خلي بالك. بتشتمني، رديت عليها نفس الشتيمه عشان احسسها لها. هي امم بتشتمني. عاملين مشاكل معايا تحت هو هي بسبب عبد. بسبب ردك يا عليهم. عبد، يعني هي بنت ناس بتحس وانا جايبيني من الشارع؟ طيب احميني قدامهم مره، امم احميني قدامهم واسترني مره، بدل ما انت بتقل مني. اه، انت قلت بتقل لي. مني قوي قوي. ما عادش حد فيهم بيحترمني، بقول لك حتى العيل الصغير ما عادش بيحترمني. الخلاصه، انت لما تنزلي تحت ما تنطقيش باي كلمه خالص. ماشي. ولو شفتك بتتكلمي هحاسبك فيها. لا، وعلى ايه؟ ما نزلش تحت اصلا خالص. يبقى وفرتي. تمام. انا بنزل عشان اتهان ويتقل من كرامتي. اخف من المشاكل اللي بتحصل تحت. هو انا اللي بجيب لك مشاكل؟ انت عارف انا لساني حلو مع الصغار قبل الكبير، وعمري ما جبت لك مشاكل، ودايما بتعامل معاهم كلهم باحترام. بس اختك اللي دايما بتحب توجعني كل شويه تعايرني بعدم الخلفه. سلفتي كمان بتعايرني. ليه؟ معرفش. ويوم سبوع ابن اخوه مش هيلتنيش برضو العيل. ايه يا جدعان، انتوا بتعملوني كده ليه في البيت؟ ليه كده؟ هو انتوا محسين ان الحاجه دي بايدي؟ خلفي هخلف، كله بايد ربنا. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. امم وعندما ربنا هيأذن ان شاء الله ربنا هيكرمني. فيبقى ليه بقى؟ يبقى ليه ماشي. الاحراج وكسرة القلب دي؟ تمام. انت بس لو كلمة واحدة منك بس ليهم، ان محدش يقلم مراتي ولا حد يعمل، والله هيبقوا كويسين هو انت معايا. عايزاني اعلي صوتي على اخواتي الكبار؟ انا ما ما تردي، انت انا ما عارفه ان انا الصغير. هو انت حسبتها يعني إن أنا اقول لك تعلي صوتك؟ لا، ما عليش صوتي ولا الكلام ده، فعشان نريح ونستريح من الاخر ما تنزلش تحت خالص. باب شقتك ده ما تعتبوش غير وانت رايحه السوق او رايحه عند اهلك. حاضر. اتفقنا؟ عشان ما بحبش وجع الدماغ. شوف انت بتعملي ايه، وجهزي الاكل عشان جوعت، ولا انزل اكل عند امي. خلاص انا جهزتها. بخلي حد فيهم يطلع ياخد الاكل بقى. يا يا رب عني وقواني، والله انا ما عارفه اعمل معاهم ايه. الله يسامحكم، الله يسامحكم على كل حاجه وحشه بتعملوها معايا.